اهلا، فيديو جديد. الصين، ميوزيكلي، تيك توك، عادة السكرولينج، عدم التركيز، و ADHD كلهم حاجات تحس ما لهمش علاقة ببعض، بس هما في الحقيقة حاجات مترتبة على بعض من أول كلمة قلتها لآخر كلمة. فتعال أشرح لك إزاي. كالعادة لازم المقدمة اللي بسألك فيها سؤال وما بتعرفش إجابته، بس ممكن الحاجة اللي هتكلم عنها كمان شوية يكون في بعضكم عارفها أو سمع عنها، بس ده ما يقللش من كونكم جهلاء جنبي، بس برضه ما يقللش من مدى معرفتكم بحاجات بسيطة قد كده. فالنهاردة جيت عشان أسأل تيك توك وأقول له أنت إزاي كده؟ هنبدأ بميوزيكلي، واللي ظهر للبشر سنة 2014 شهر 2. برنامج كل اللي فيه عبارة عن ليبسينج، والليبسينج للي ما يعرفوش هو عبارة عن شخص ما أو كائن ما بيحرك شفايفه على صوت معين. ده بقى اللي كان كل الناس بتعمله في البرنامج ده، والحلو إنك مش لازم تشارك، أنت ممكن تتفرج بس، وده شيء جميل جدا. بس لما تبص له من بره، لأن الغرب عندهم عادي تكون البنت لابسة أو مش لابسة، مظهرة جزء من جسمها او مغطياه، بس احنا كعرب ده عيب وحرام وما فيش نقاش في الموضوع ده. وهنا بقى تكمن المشكلة. في بعض البنات اللي مش لاقيه اهتمام من اهلها او من صحباتها بتتجه لانها تطلع على البرنامج وتعمل شوية حاجات مثيرة للجدل او الشفقة عشان تجيب فيوز وما الى ذلك. وده طبعا خلى كتير من الشباب يدخلوا على التطبيق ده عشان يتفرجوا ويشاركوا، لحد ما التطبيق جه في سنة 2016 وانفجر. التطبيق وصل ل 90 مليون مستخدم بعد ما كان السنة اللي قبلها 10 مليون بس. 80 مليون في سنة واحدة. انت متخيل الرقم؟ اكيد مش متخيله، دي حاجات صعب عليك شوية. بعد الانفجار ده قرر بعض الناس اللي معاهم فلوس بس عارفين يودوها فين انهم يعملوا برنامج. ويا ترى بقى البرنامج ده ايه؟ تيك توك. انت لسه هتفكر؟ بدأ البرنامج في الصين بس، وفضل هناك لحد ما الشركة فضلت تتفاوض مع ميوزيكلي للسنة كاملة، لحد ما ميوزيكلي وافقت انها تتباع لتيك توك. وما هي الا تيك توك. تيك توك. وبقى الوضع كارثي. البرنامج بقى بيقبل فيديوهات لحد 10 دقايق عشان الميزانيه كبرت طبعا. الريتش على البرنامج بقى خرافي، انت بترفع الفيديو تنام تصحى تلاقيه بقى مليون ولا حاجه. وده كله ان مفيش نظام اختيار، مفيش حاجه اسمها صفحه رئيسيه تختار منها الفيديوهات اللي انت عايز تتفرج عليها، انت بس بتسكرول، وكل الفيديوهات اللي بتجيلك انت بتتفرج عليها غصب عنك، وبناء على مدة مشاهدتك للفيديو بيتعرض لناس غيرك. واللايكات طبعا ما ننساهاش. فكرة عبقرية زي فكرة القنبلة الذرية بالظبط، هتدمر العالم. وهنا تيجي المعضلة. اي شخص على الكوكب بقى عايز يبقى مشهور، بس للأسف محدش ينفع يبقى كده غير. هو ليه مفيش حد مقتنع ان الناس العادية مهمة برضه؟ واي شخص بقى حلم حياته انه يبقى مشهور على تيك توك ويجيب فلوس. تيك توك ما بيجيبش فلوس بالمناسبة في الوطن العربي على الاقل. قنبلة انفلونسرز ضربت في المكان، اجتاحوا السوشيال ميديا. اي شخص بقى بيفتي في اي حاجة حتى لو ما عندوش علم بالموضوع. ده بقى حرفيا خرب الدنيا وخلق فجوات في التفكير بين الناس الفاهمة وبقية الناس. اصل بالنسبة للفانز ما ينفعش واحد يبقى عنده 10 مليون غلط، واحد عنده 10,000 مثلا صح، ده منافي للمنطق بتاعهم. فالناس بقت في حالة من الضلال، ويفضل الموضوع كده والجيل الجديد يتولد على هذا الشيء، ويبقى الطفل من دول ماسك الموبايل وبيلعب بألعابه وبيتفرج على التلفزيون وبياكل كل ده في نفس الوقت. اقسم بالله ال ADHD بيصيح في الزاويه، كميه تشتت مش طبيعي. تقول لي بقى والاهل فين؟ ده سؤال غبي منك بس انا هرد عليك ببساطه كده. الام والاب لما بيصدقوا يلاقوا حاجه تلهي الطفل عشان يحل عن سماهم. اصل الطفل بطبعه فضولي جدا، ده عالم جديد بالنسبه له وعايز يعرف بقى عنه كل حاجه، فبيفضل يزن. فالموضوع بسيط، تليفون خد يا ابني، بطل زن. وبرضه هنا تتخلق مشكلة تانية، الطفل بيكبر وهو حرفيا بيتفرج على خلاجة بلبن من المحتوى السيء اللي بيخلي الطفل فاكر ان ده المحتوى الطبيعي والكويس، الى اراء منفتحة جدا لا تتناسب لا مع عادات ولا تقاليد ولا دين المجتمع العربي والمصري بالتحديد. من اختلاط لعري الألفاظ ننتقل بقى لآخر سطرين، وهو الفيروس التيك توكي، واللي دخل على انستا وظهر انستجرام ريلز ويوتيوب وظهر الشورتس، اللي بالمناسبة هي نوعا ما كويسة. هتلاقي في لينك في الديسكريبشن بيشرح الموضوع. وأخيرا، هل تيك توك وحش؟
بس هو في ناس كويسة في تيك توك تحسهم جم بالغلط، وبرضه تحسهم بيتجهوا إلى يوتيوب واحدة واحدة. بس خليني أقول لك إنه ممكن يكون كويس لشخص كبير في السن كون تفكيره ووجهات نظره، بس في شخص لسه في مرحلة تكوين الفكر زي مثلا وزي معظمكم فهو حاجة خطر جدا، زي ما أنا هكون خطر جدا عليكم لو عرفت إنكم مش عاملين لايك أو سبسكرايب. بس كده، سلام.